دايما لما بتكوني حامل وواجهك مشكله او زعلانه من حاجه بتسمعي جمله ما تعمليش في نفسك كده يا بنتي عشان اللي في بطنك. حتى في المسلسلات تلاقي لما تحصل ازمه نفسيه للبطله وهي حامل بعدها بتفقد الجنين من كتر الحزن. ايه صحه الكلام ده؟ وهل فعلا نفسيه الحامل بتاثر على الجنين؟ زي ما اتفقنا قبل كده ان كل فعل للام بينعكس على الجنين حتى حالتها النفسيه. يعني الام سعيده وفي حالتها الطبيعيه بنلاقي ان حركه الجنين منتظمه ومفيش اي تاثير سلبي عليه. اما في حالات الحزن الشديده والبكاء المستمر في هرمونات بتنتقل من الام للجنين عن طريق المشيمه فتبدا حركته تزيد ويحصل له اضطراب. فما بالك بقى لو الموضوع زاد اكتر ولا قدر الله الحاله النفسيه ساءت اكتر وادت لفقدان شهيه وسوء تغذيه، بيتولد الجنين بمناعه ضعيفه ووزن اقل من الطبيعي. وكمان ممكن ضغطك يعلى فنبدا نروح في سكه العلاج تاذي نفسك وطفلك. مش بس كده، ده ممكن الموضوع ياثر عليه كمان في المستقبل، لان في دراسات اكدت ان الام العصبيه او المتوتره فتره الحمل الجنين اما بيكبر بياخد منها الصفات دي. فدايما اول ما تحسي ان نفسيتك مش احسن حاجه وانك داخله في حاله حزن اطلبي المساعده من اللي حواليك، غيري عاداتك